وشرحنا وعملنا سمري والدنيا تمام. تعالوا بقى نطبق كده بكام سؤال سريع على اللي احنا خدناه النهارده. تمام. تعالوا نشوف اول سؤال بيقول لنا ايه. بيقول لي the opposite figure shows a transversection in the plant root. طبعا واضح جدا ان ده روت هير، صح؟ اي الحاجات اللي طالعه دي ده كده الروت هير، واللي في النص ده زي لما ملناش دعوه بيه. وطبعا ده برضو الايه الابيدرمس بتاعه الروت هير. ماشي. بيقول لي the opposite figure shows a transversection in the plant root. Which of the following parts plays main role. خلي بالكوا بقى من الحته دي قوي. main role in the absorption of water. احنا قلنا ان عادي ممكن الابيدرمس كمان تساعد بشكل قليل قوي في الامتصاص بتاع الميه والصوت، بس مش المين. هو هنا بيقول لي المين رول بتاعته لا، يبقى على طول نروح للروت هير، هي اللي ليها المين رول بتاعتها. اتفقنا؟ يبقى المين رول عندنا هنا هي الروت هير اللي هي برقم 2. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. طيب بيقول لي هنا what would happen if the concentration in the soil solution is less than in the subbuckle of the root hair. يعني ايه بقى؟ يعني ايه بيقول لنا ايه دلوقتي؟ بيقول لي ايه اللي هيحصل لو الكونسنتريشن في السويل سولوشن، يعني بره اهو كده في السويل هنا الكونسنتريشن مالها يا عم الحاج؟ اقل من الروت. ادي الروت، وهنا الكونسنتريشن عالية قوي. كونسنتريشن عالية يعني ووتر قليلة، صح؟ وكونسنتريشن قليلة يعني ووتر كتيرة، صح؟ يبقى البلانت هيعمل ايه؟ هيجين ووتر. ماشي؟ بس كده. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. وهتلاقوا تطبيقات على الحتة دي كتير قوي في الهومورك، كتير قوي يعني. ماشي. بيقول لي what would happen. انتوا واخدين بالكم بقى من حاجة؟ ده concentration water concentration هنا تفرق. ليه؟ لأن هنا بيقول لي إن الووتر هنا قليلة، وفي السبفاكيول الووتر كتيرة، يبقى هنا البلانت هيلوز الووتر. لوز ووتر. ده هو نفس السؤال غيرنا كلمة ووتر، ضفنا كلمة ووتر. يبقى طالما هو ما قالش ووتر ما افترضهاش انا من عندي. طالما هو قال كونسنتريشن وسكت يبقى هي كونسنتريشن. خلص تركيز المحلول. مش عم بقول ميه ولا سولت ماشي؟ مش هيدخل في الدوامه دي. هو لو عايز ووتر هيقول لك ووتر. ماشي؟ طيب هنا عايز جراف بيورينا الكونسنتريشن والاوزموتيك بريشر، العلاقه ما بين الكونسنتريشن والاوزموتيك بريشر. خلينا كده نشوف. طبعا الجرافات عامله مشكله كبيره. ليه بقى؟ لان احنا لما بنمشي على الاكس اكسس يا جماعه بنشوف يقابلها ايه من الواي اكسس. يعني كل ما ازود الكونسنتريشن بتاع السوليد، يعني كل ما ازود السولت اللي هو بيحب الووتر، فالاوزموتيك بريشر اللي هيحصل فيها هيزيد، صح؟ يعني ايه؟ يعني قوه شفط الميه تزيد. يعني كل ما هزود الكونسنتريشن بتاعت السوليد اهي كل ما هزود الاوزموتيك بريشر. يبقى لو الكونسنتريشن مثلا بواحد يبقى الاوزموتيك بريشر بواحد، قليله وقليله. طب لو زودت الكونسنتريشن قوي خليتها 5 مثلا يبقى برضه الاوزموتيك بريشر هيبقى ب5. يبقى هي بوينتس كده وبنوصلها ببعض. ماشي؟ ده انفرس وده انفرس وده مفيش علاقه اصلا، فيعني اكيد لا. ماشي. دي السلايس الثانيه عشان تشوفوها بشكل اوضح. الكونسنتريشن كل ما تزيد كل ما الاوزموتيك بريشر هيزيد. طيب بيقول لي from the opposite figure what is the direction of water transfer. يا ترى الميه هتتحرك من لفين؟ احنا قلنا بقى احنا خلاص ما ورناش حاجه في الدرس ده غير اللعبه دي. نبدا نكمل 100%. ادي السولوشن يا عم، تمام؟ اللي هي 1% يعني 99 ووتر، 99% ووتر. طب والسولوشن اللي هي 3% يعني 97 ووتر، 97% طبعا.
يبقى المية هتتحرك من المكان اللي فيه مية كتير للمكان اللي فيه مية قليلة. يبقى من solution Y لsolution X، من solution Y لsolution X. طبعا باي osmosis، احنا قلنا مية يعني osmosis وosmosis يعني مية. ماشي؟ ماشي. طيب هنا بيقول لي the opposite figure shows a piece of fresh potato containing concentrated sugar solution. يبقى هنا حطينا concentrated sugar solution وهو عامل لك اهو عليها سهم، او يعني مشاور لك عليها. هنا concentrated يعني ايه؟ يعني ميه قليله وسولت او شوجر كتير، صح؟ طب وبره distilled water، يعني ايه distilled؟ يعني الشوجرز او السوليوتس اللي فيها قليله جدا، يعني الشوجر قليل جدا والووتر نسبتها كبيرة، صح؟ يبقى المية هتتحرك من المكان اللي فيه ووتر كتير للمكان اللي فيه مية قليلة. يبقى هنلاقي المية هنا ايه اللي حصل لها؟ عليت. بس كده، هي دي الإجابة. المية هتتسحب من هنا لهنا. صعبة دي؟ إن شاء الله ما تكونش صعبة. ماشي. طيب بيقول لي يا ترى الروت هيرز بتاعت البلانتس اللي سولتي او في الديزرت سويلز يعني ايه بقى؟ هو لو انا عايشه في سولتي سويل، تخيلوا كده، يعني ايه انا عايشه في سولتي سويل؟ يعني لو افترضنا ان ده كده اهو السويل، فهو في سولتس كتيره قوي، سولتس كتيره جدا وووتر قليله قوي. لو هو في سولتس كتيره يبقى عنده اوزموتيك بريشر عالي، صح؟ يعني هيسحب ميه، وانا بلانت انا كمان عايز ميه، يبقى انا لازم احاول ان الاوزموتيك بريشر بتاعي يبقى عالي قوي عشان يغلبه. ونفس الكلام لو انا في ديزرت، هو لو انا في الديزرت الدنيا هتمطر كل قد ايه؟ يعني كده بقى، صح؟ مفيش ميه كتيره برضو، فبرضو نفس الفكره ان الميه هتبقى قليله، فلازم البلانتس اللي بتعيش في الاماكن اللي زي دي يبقى الروت هير بتاعها، السب فاكيول بتاعته عندها اوزموتيك بريشر عالية قوي، قوة شفط مية كبيرة عشان تقدر تسحب المية بشكل كبير جدا وتقدر تعيش وتتغلب على الظروف الصعبة دي. ماشي؟ يبقى لازم الاوزموتيك بريشر يبقى high in both of them. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب هنا بكل بساطة جايب لي رسمة وبيقارن لي ما بين العناصر، يعني مين الماكرو ومين المايكرو. احنا اتفقنا ان الماكرو نيوترينز كي صب مج كافيه، صح؟ واتفقنا ان المايكرو كلب منال كمه ايه بقى؟ زنك وايودين، صح؟ التعويذه بتاعتنا دي احنا اتفقنا ان ده المايكرو وده الماكرو. فهو هنا مجرد بس بيقول لك مين الصوره اللي صح، يعني مين اللي باين فيها ان ده ماكرو وده مايكرو. يعني مثلا لو جينا نبص هنا مثلا الام ان دي اصلا مايكرو، صح؟ شوف واخده حيز قد ايه، والبي اللي هي اصلا ماكرو واخده حيز قليل. فهو دي فكره السؤال، فكره عبيطه جدا، يعني بيقول لك بس مين الرسمه الصح، فهنلاقي ان الرسمه الصح بي، انت عدي عليهم بقى ربنا معاك، يعني قلناهم وهو قلنا الفكره. طبعا الرسمه اللي صح هي letter B. طيب هنا بيقول لي the following table illustrates the concentration of some salts inside، تمام، the root hair and the surrounding soil. فلقينا ان المغنيسيوم جوه الروت هير 75%، تمام، او يعني الكميه اللي موجوده بره 75. طيب والكونسنتريشن اللي في السويل 15%، يبقى بره، يبقى ادي البلانت اهو، تمام، عنده خلينا نسميه كبير شويه، ادي البلانت اهو، جوه هنا عندي 75 مغنيسيوم وبره في 15 مغنيسيوم. طيب وجوه عنده 47 نايتريت وبره 1 2 6 نايتريت.
بيقول لي يا ترى البلانت هيستعمل ايه عشان يسحب المغنيسيوم وعشان يسحب النيتريت. قلت له والله طالما هو في المغنيسيوم عنده اكتر من اللي بره، ده عنده 75 وبره 15 ولسه عايز يسحب، يبقى اكيد هيستعمل active transport، لان احنا قلنا against concentration gradient from low to high يبقى active transport، يبقى هنستعمل ATP لازم. طيب والاستاذ نايتريت قال لي لا ده غلبان جدا، ده جوه عنده 47 بس وبره 126، فده كتير قوي، يبقى خلاص عادي، يبقى هتتحرك from high to low by diffusion عادي جدا. اتفقنا؟ يبقى active transport هي اللي هتحرك المغنيسيوم، وخلوا بالكم قوي من كلمه respectively دي عشان بتلخبط ناس كتير وبتضيع درجات كتير. هو عايز المغنيسيوم الاول، يبقى المغنيسيوم قلنا اهو هتستعمل ATP يبقى active transport، وبعد كده النيتريت بالديفيوجن. اتفقنا؟ يبقى active transport وبعد كده diffusion. ماشي. هنا بيقول لي which of the following graphs represents the relation between the cell's stock of ATP، مخزون ال ATP تمام for the aquatic plant with the time when some ions enter into the cell. بص بقى against concentration gradient. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك مخزون الطاقة عندي ايه اللي هيحصل فيه لو انا او لو البلانت يعني بيدخل حاجات عكس الطاقة او عكس الكونسنتريشن against concentration gradient. طب هو لو دخل حاجات against concentration gradient ده معناه ان هو محتاج طاقة ولا مش محتاج طاقة؟ ده محتاج جدا طبعا، محتاج ATP ومحتاج انرجي ومحتاج ATP طبعا. طيب فايه اللي هيحصل في الاي تي بي ستوك؟ والله هيقل. طول ما انا عمال احاول اخد حاجات against concentration gradient، يعني انا عندي كتير وبرضه لسه عايز اخد، يبقى لازم استعمل اي تي بي كتير، يبقى مخزون الطاقه اللي عندي ده هيقل مع الوقت. اتفقنا؟ ازاي نقرا ده على الجراف؟ تاني اهو احنا اتفقنا كل ما الوقت يعدي ايه اللي هيحصل للاي تي بي ستوك؟ هيقل. ما بعرفش احلها كده. بصوا بقى الطريقة الحلوة دي. احنا هنفترض ارقام من عندنا 1 2 3 4 1 2 3 4. في اي جراف افترض ارقام من عندك وحل. لما التايم كان لسه ما بدأناش، احنا لسه ما بدأناش اي حاجة، كانت الاي تي بي ستوك فين؟ بص كده عند 4، الاي تي بي ستوك عالية. طب ومع مرور الوقت لما بدأت اعمل حاجات او انقل حاجات against concentration gradient ايه اللي حصل؟ الاي تي بي ستوك قل. يبقى هو ده الجراف الصح. طب هنا تعالوا نشوف هنا كده، ده هنا بيقول لي في اول الوقت اي تي بي ستوك بتاعي كان قليل. لا يا عم انا كان عندي انرجي كتير، بس مع الوقت لان انت عمال تدخل لي حاجات against concentration gradient الاي تي بي ده قل، يعني طبيعي اي حاجه كده. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. بس كده، شكرا يا شباب. اتمنى ان الموضوع يكون برضو لذيذ. قفلوا بقى الحصه ونخش على الهوم ورك. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. اللي جاي احلى، فلتصحبكم السلامه.